السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام المتابعين الأوفياء داخل أرض الوطن وخارجه. كنحييكم وكنجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات القضايا الجنائية. الحلقة ديال اليوم غادي تردنا لسنة 2002 فاش كنت كنزاول في المركز الترابي للدرك الملكي ديال سلوان. تعرفوا ديك الساعة 2002 كان مازال القياده ديال ركمان، قريه ركمان كانت مازال ما فيهاش لابريغاد، كانت تابعه لابريغاد ديال سلوان، هي اللي شاده سلوان، شاده بوعرق وشاده قريه ركمان وشاده الجماعه ديال تيخوباي حتى الحدود مع قريه ركمان. وكانت قريه ركمان مع فيها البحر، فيها لا بلاج، وكتعمر في الصيف كيجيو ليها الناس من جميع انحاء ديال المملكه، كيجيو تما يخيموا، تيجيو يصطافوا تما، يعني كتكون واحد الموسم ديال الاصطياف. موسم ديال الاصطياف كان في ديك الوقيته كانت تحل واحد المركز مؤقت، واحد لابريغاد كتخدم غير 3 شهور، كانت كتسمى مركز مؤقت ديال قريه ركمان. علاش داروها المسؤولين؟ باش يكونوا جدارميه قراب لدوك الناس اللي كيتبحروا، يكونوا حداهم، ماشي يكونوا بعاد في سلوان بعاد، الا وقعت شي حاجه يبداو كيجريو. لذلك داروا داك المركز المؤقت اللي كيبدا شهر 6 15 في شهر 6 حتى ل 15 في شهر 9، وكيمشي واحد العدد قليل من العناصر ديال المركز ديالنا اللي هو مركز ديال سلوان، كيمشيو لذاك المركز ابتداء 5 في شهر 6 وغيجلسوا تما حتى ل 15 في شهر 9، يعني 3 شهور غيدوزوا تما. وكان المراكز الاخرى اللي مجاوره كل بريغاد كتعطينا واحد العنصر جوج، عاد زيد عناصر كيجيو مؤازره، كيجيو من الفيالق المتنقله ديال الدرك الملكي. علاش؟ حقاش كيكون بزاف ديال الزائرين ديال الزوار اللي كيجيو تمايا في ديك الوقيته، يعني ما غيكفاوكش 4 ولا 5 ولا، يعني خص يكون العدد الكافي ديال الدركيين، وكيكون الطريق كتسد فاش تبغيو يخرجوا في ديك العشيه، يعني خصك واحد الساعتين ولا 3 سوايع وانت كتسرح في الطريق، يعني كان واحد الدرك اللي كبير. لذلك كيدار داك المركز، وكنت من بين العناصر فاش وصلت 5 شهر 6 كنت بين العناصر ديال البريغاد اللي قائد المركز قال لنا غادي تمشيو تمايا. كنكونوا حنا كنا ديك الساعه تقريبا حنا ب3 من البريغاد ديال سلوان. علاش؟ حقاش كنعرفوا المنطقه، النفوذ، كنعرفوا الدواور، كنعرفوا الناس تما، باش نعاونوا هذوك اللي كيجيو جداد لتما يعاونونا ديك 3 شهور، يدوزوا معنا ديك 3 شهور. وكنت تمايا واحد النهار تعلمونا بواحد حادثه سير اللي هي غريبه الاطوار. الناس اللي كيعرفوا قريه ركمان، الا كنتي غادي من قريه ركمان من جهه التعاونيه غادي في ديك الطريق، شحال هادي كنهضر على شحال هادي ماشي دابا، كانت الطريق غاديه ديريكت للشط حتى كتوصل لا سميتو للبحر، كتلقى شانطي قاطع بحال هكا، والطريق اللي جايبك من قريه ركمان جايه من هنا، كتلاقى مع هادي جاي واحد خينا شارب فاقد الوعي ديالو، ما عقلش على راسو واش كيدير، جايب واحد الكات عوض ما يتلاقى مع الطريق يوقف، لحقاش من هنا كاين غير الرمله وكاين البحر. اش دار السير؟ ولكن كاينه لوطا، ما كاينش شي جبل ولا شي جرف ولا شي حاجه. جا هاد مول الكات شارب ما تيشوفش قدامه، وجايب واحد السرعه مفرطه، مشى نيشان هو عوض ما يماركي ستوب انا باش يدور على اليمين ولا على اليسار فين كاين، مشى دخل في الرمله. اش غادي يدير؟ كانوا دوك الكيوسك اللي كيتمونطاو، كيكونوا بداك الخشب رهيف تيتمونطاو، وكل واحد شنو كيبيع فيهم كيسترزق الله تما. وكان واحد الكيوسك كان قهوي باقي تنعقل اللون ديالو، وكان واحد الوليد فيه كيدير التجاره ديالو وبخير، كان ترونكيل، كنا كنعرفوه تما وكنشوفوه كان ترونكيل. وكان مسكين كان تيبيع داك الوليد بالليل فاش تيبغي يتكا، كيجمع ديك السلعه ديالو كيحطها لتحت، وكيجي لوسط داك الكيوسك كيحط شي خشبات باش تتولي بحال تيحط عليهم بونجا باش ينعس. جا نعس تمايا، هذا جاي تيجري، البحر كان خاوي تقريبا، ما كانش عامر، هادشي كان واقع في الصيف، ولكن تقريبا شي 10 الليل 11 الليل، بين 10 و 11 الليل فين وقع هادشي. هذاك مول الطوموبيل جا ما وقفش في هذا الستوب اللي كاينه، دخل للرمله وبقى غادي بالسرعه ديالو باش غادي. السيد ما عقلش على راسو، كيضرب هذاك الكيوسك، السيد كان ناعس وسط الكيوسك، ما عليه ما بيه مسكين، حتى تسلط به هذا خينا هذا كيضربوا هذاك الكيوسك تشتت. وهذيك الخشبه علاش ناعس داك السيد ضربات في الباربريز ديال الطوموبيل، مشى داك السيد هو وديك الخشبه مشاو طايرين في السماء حتى الجنب ديال البحر، حتى ولا الماء ديال الامواج كيقيسو، تخلع مسكين. علاش؟ حقاش الانسان كيكون ناعس ما كاينش هنا، حتى كيلقى بين باتي يلقى راسو راه طاير في السماء.
علمونا كان المركز، كان واحد البنايه تما كتعطيها لنا الجماعه، هي فين كنديروا المركز ديال داك المركز المؤقت، تما كنديروا البيرو ديالنا، وكان على البحر حتى هو كان قريب. علمونا، جينا درنا المعاينه ديالنا. هذاك الوليد باقي تنعقل تالف مسكين، هذه راه حتى هي من الطرائف اللي كنت صادفتها. داخ السيد كان ناعس وسط الكيوسك، حتى ولا الكيوسك تشتت وهو طرمه، هو وديك الخشبه بزز غير باش يرد التوازن ديالو، التوازن النفسي ديالو. مود تنهضروا معاه واش انا بحال تسطى مسكين، بقينا معاه. المهم حتى السيد تستوعب اش وقع ليه، تيقول لك انا شوق عليا اودي، شوق عليك شوق عليك شوق عليك. هذاك كان في حاله سكر، هذاك الشيفور ديال ديك الطوموبيل اللي دارت كسيده. بطبيعه الحال درنا اتصال بالنيابه العامه، قالوا لك غادي ديروه تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. كانوا واحد جوج دراكيين هزوه داوه للمكتب، واش مضروب انت، واش عندك شي حاجه؟ ما كاين حتى شي حاجه. داوه على اساس كان هو موقع عليه حتى حاجه، مشى لتمايا على اساس يدار تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. انا بقيت كندير المعاينه، انا واحد الدركي. هذيك الساعه فاش كملنا المعاينه وتهزات الطوموبيل ديال هذيك الكارت باش تمشي لافوريير، كان تلقى واحد المكالمه كيعيط ليا قائد المركز المؤقت لجودان اللي شاد ذاك المركز المؤقت. عيط ليا قال لي لحقاش ديك الساعه كان تيكون علينا الدرك، حنا اللي ولاد البلاد تما، حنا اللي المنطقه النفوذ ديالنا تما، اي حاجه وقعات خصنا حنا نخرجوا، حنا واحد ثلاثه خص واحد فينا يخرج. المهم عيط ليا قال لي راه واقعه واحد الجريمه في واحد البلاصه. الناس اللي كيعرفوا المنطقه ديك الساعه في 2002 كان واحد البار كان على الجنب ديال البحر. هذاك البار كان نقطه سوداء عندنا. علاش؟ كان هو هذاك هو المرتع فين كيتلاقاو جميع الناس اللي عندهم السلوك والمنحرف، والناس اللي كيشربوا، والناس اللي تما كيتجمع البلا كامل كان تيتجمع عندنا تما. وديما كيبغيو يخرجوا، كتوقع المشاكل ديما كيدابزوا، ما يدابزوا على البنات يدابزوا، وكانوا حتى البنات اللي خارجين الطريق حتى هما كيجيو تما. وكان فيه نفس الوقت ريستورون داك البار، واحد القنت مخصصه للعائلات المحترمه اللي بغاو يتعشاو وجاو هو وليداته وسميتو. واحد البلاصه اخرى هذيك خلاص هذيك البلاصه موسخه شي شويه. المهم شي 11 هذيك 11 ربع 11 ونص غادي تكون. المهم انا مازال في ديك المعاينه يلاه ساليت. قال لي جري دابا نتلاقاو حدا الباركينغ ديال داك البار، كان قريب ماشي بزاف، تقريبا شي 100 متر ولا. ديماريت الطوموبيل ديال السيرفيس، مشيت كنجري لهذاك الجدرمي، خلطنا تمايا، لقيت لاجدان قائد المركز المؤقت. قال لك راه دابا شي واحد خطف شي بنت، لقيتها فاش غادي تسد ذاك البار مع 11 الليل، تيتموا خارجين، كيكونوا البنات كيكونوا تما كيوقع المشاكل. قال لك ودي راه خرجات شي بنت كانت هنا، قال لك راه وقف عليها واحد ركبها في الطوموبيل بزز وزاد مع الطريق. شكون هو هذا؟ الله اعلم. فتحنا علمنا النيابه العامه بطبيعه الحال، لحقاش ماشي حاجه سهله هذه. الاختطاف ديال واحد الشابه راه حياه ديال واحد الانسانه في خطر، يعني كتكون واحد التعبئه اللي شامله. وعلمنا المراكز المجاوره ديالنا كامله، كما اننا علمنا كاع المناطق والبلاصه اللي مجاوره الناس ديال السلطه المحليه، وكانوا عاونونا في هذه الحمله التمشيطيه. حتى الافراد ديال القوات المساعده ديال القياده ديال الركمان ديك الساعه مشكورين من هذا المنبر، كانوا حتى هما مع القايد ناضين كيقلبوا معنا. المهم هذاك السيد شكون هو؟ الله اعلم، ما عرفناش. فتحنا البحث، اول واحد استمعنا ليه هو العساس ديال الباركينغ اللي كاين قدام داك البار، بار ومطعم ديال الحوت. استمعنا ليه، قال لك بالفعل انا راه عساس انايا. قال لك راه شي شويه هذه، قال لك كالعاده، قال لك مع 11 كيتسد داك البار، قال لك بداو كيخرجوا اللي كانوا الزوار ديالو اللي كانوا تما لداخل. قال لك كانوا مجموعه ديال البنات، قال لك الاغلبيه ديال البنات تما اش كيديروا فاش تيبغيو يخرجوا من تما تيعيطوا شي طاكسي كيجي كيهزهم كيمشيو. قال لك هذه واحد البنات هبطوا، قال لك كانوا بجوجات هبطوا، قال لك واش يتسناو شي طاكسي ولا ديك توقفات عليهم واحد الطوموبيل، ها اللون ديالها ها النوع ديالها، اما الترقيم ديالها ما قدرش يعطيه لينا. شكون هو اللي كان صيغان؟ قال لك الله اعلم، راه كانوا جوج، ولكن شكون هما راه ما عرفتش الهويه ديالهم. البنت شكون هي ما معروفاش، قالنا هي صاحبتها. استمعنا لصاحبتها حتى هي عطاتنا الافاده ديالها، قالت لك بان ديك البنت ها سميتها، ها الاسم العائلي ديالها، ها الاصل ديالها منين. قالت لك حنا راه غابرانيات هنايا، وراه كنجيو مره لهذا البار هذا، انا وديك صاحبتي اللي ساكنه انا وياها. المهم تشخصات الهويه ديال
هذيك السيده اللي تختطفها تعرفناها شكون هي، وكان في العمر ديالها هذيك الساعه تكون تقريبا شي 20 سنه اللي غادي تكون في عمرها. المهم ماشي شي حاجه اللي سهله، واكدت الاقوال ديال داك العساس. قالت لك ودي راه كنا حتى جا جبدها واحد في الصايق وواحد جبدها ركبها، قالت لك راه هددها بالموس ما قدرتش تقاوم ومشات معاهم. هادشي اللي وقع، وداك الشيء قالت لك وقع في واحد اللحظه اللي هي قصيره بزاف. كانت السرعه في هذه العمليه ديال الاختطاف. هنا كما قلت لكم تعبأت جميع المراكز، وعيطنا حتى المركز ديالنا الام اللي هو مركز الدرك الملكي ديال سلوان. علمنا قائد المركز ديالنا، لحقاش واخا مركز مؤقت اللي تما، ولكن راه كيدخل ضمن منطقه النفوذ، ديما كيبقى تيدخل غير منطقه النفوذ ديال الدرك الملكي ديال المركز ديال سلوان. علمناه حتى هو عبأ جميع العناصر ومشى لدوك الطرقان منين يقدر يخرج داك السيد، لحقاش هاد السيد ما عرفناش. اما من الجهه الاخرى تعلمات واحد لابريغاد اخرى حتى هما خرجوا للطريق، يعني درنا واحد الكادرياج كادرينا ودرنا حاصرنا ديك المنطقه لعل وعسى هذا السيد يبقى غير في ديك البلاصه. المهم حنا مازال كندوروا تما كنديروا عمليه تمشيطيه، حتى جا عندي واحد السيد. انا كنت غادي، يلا سولت واحد، انا كنت غادي تنسمع والسي حجي فرانيت. كنت انا واحد الدركي فرانيت. جا عندي واحد السيد قال لي بغيت نهضر معاك. قلت له مرحبا هضر. قال لي لا بغيت نهضر بيني وبينك. هبطت عنده، السلام بخير لاباس. قال لي نقول لك واحد الحاجه ولكن السي حجي تبقى بيناتنا. قلت له مرحبا راك عارفني. قال لي انا كنعرفك. قلت له ما يمكنش عطيتيني واحد المعلومه انا نمشي نقولها للناس، راه الخدمه ديالي كتفرض عليا باش نكتم الهويه ديالك. قلت له يكون عليك الامان، راه حتى واحد ما يعرف شنو قلتي لي. قال لي شتي هذاك اللي خطف سميتو واش معروف عندكم ولا لا؟ قلت له مازال ما عرفناش. قال لي فلان. قلت له متيقن؟ قال لي وانا الشيطان. قال لي ما نكذبش عليك السي حجي. قال لي ها الطوموبيل وها النوع. قال لي واش ما عمركم شفتوا عنده الطوموبيل؟ قال الطوموبيل ديالو هذاك. قال انا شفتو كنت حاضر ديك الساعه تما ملي اختطفها، رانا حضرت، ولكن هاد الافاده هادي ما بغاش يعطيها بشكل رسمي. وقال لك اودي انا ما بغيتش باش نتواجه مع دوك الناس، راك كتعرفوا كي داير، راه غينتقم مني. قلت لي صافي عليك الامان، الله يعاوننا ويعاونك. اتصلت بالمسؤولين قلتها لهم، قلت لهم راه فلان هو اللي دار هاد الفعله هادي. وهذاك السيد اللي قال لنا هذا المجرم هذا كان عندنا شديناه 2 مرات اللي شديناه في المركز. علاش؟ على الترويج والاتجار. كان خدام في التهريب ديال المشروبات الكحوليه، تيهرب الشراب. ديك الساعه فاش كان داك التهريب المعيشي كان تيهربوا من مليليه. هذه هي الخدمه اللي كانت عنده. وهذا الشيء هادو هما المشاكل علاش تشد عندنا، ماشي حاجه اخرى ما عمرها ما كانت عنده. المهم هو تعرف الهويه ديالو عندنا، كل شيء عندنا. درنا واحد البرقيه بحث عليه بعد ما تاكدنا بان راه هو. المهم كما قلت لكم جميع السلطات بما فيها السلطات القضائيه بقات على اتصال دائم بنا. كل مره كيعيطنا السيد الوكيل العام فين وصلتوا. هذيك السيده علاش؟ لحقاش دا واحد السيده ربما يقتلها، ربما يتكرفس عليها، يعني واحد الجريمه اللي كتستدعي تدخل يكون بسرعه، وكتستدعي باش يتفك هذا اللغز اقرب وقت، وكيستدعي باش تعبأ جميع العناصر اللي كاينه تمايا. وبدينا في لي بيست، وبدينا والناس ديال القوات المساعده من جهتهم، حنا من جهتنا. واحد الوقيته قررنا باش غادي نمشيو للدار ديالو، خصوصا ملي عرفتو شكون هو، ربما يكون مشى لجهه الدار. عيط لقائد المركز قلت له انا غنمشي جهه الدار. بالفعل مشيت جهه الدار، داخل وحاولت باش نطفي الضوء باش ما نديرش انتباه باش ما يشوفنيش، وتميت داخل في ديك واحد لابيست عنده كتدخل عندهم الدار. يلاه وصلت لعند الدار، وعندهم الطريق دابا كدوز من هنا، وخصك تجي من قدام الدار عاد الدور لهنا، لحقاش الطريق ما عندكش فين الدور، كانت مضيقه، خصك تجي بالدور على الدار عاد تجي. لا بغيت ترجع عاوتاني ترجع منين جيتي. انا جاي من هنايا، كان هو واقف، كنلقى طوموبيل واقفه وطافيه الضوء، ولكن حس بيا غير مجرد ما اقتربت ليه كان راد باله. تتبان لي الطوموبيل ديمارات، شعل الضوء. بالفعل هذيك الطوموبيل اللي تعطونا الاوصاف ديالها واللون ديالها منطبق، وبالفعل مع غير ديمارا شعلت الضوء انا وشعلت الفار فيه باش نعميه. ملي شعلت فيه الفار كيبانوا لي بالفعل كاينين 2 لقدام وكاينه بنت اللور. ديمارا تبعتهم، ولكن بقيت ما تابعهمش. بعد ما علمت الناس المسؤولين الاداريين ديالي، قال لك ودي ما تجريش معاه بسرعه، حاول ديرو قدامك وما تطلقوش من عينيك وتبقى تابعه وتبدا تعطينا فين كاين بالضبط.
باش نشوفوا نشدوه. هذاك الشيء اللي كان. بقيت انا على اتساع وخدمت داك الضوء الزرق ديال الطوموبيل ديال السيرفيس وبقيت تابعو. راه تيبان ليا هو بارك، انا بارك موراه، ولكن كاينه تقريبا واحد 500 متر ولا ديال الفرق اللي كاينه بيناتنا. هو غادي انا هادي داز من وسط قريه تركمان وتم غادي للناظور، طالع للناظور، الطريق اللي كتطلع للناظور. ديك الساعه اتصلت بقائد المركز قلت ليه ها الوضعيه ديالو، ها فين كاين، ها الموقع، حتى الموضوع ديالنا، ها الاتجاه فين شاد دابا، انا جاي تابعو. قال لك حنا راه في البلاصه الفلانيه. كتعرف واحد القنطره كانت صغيره، قال لك في الطريق القديمه، ماشي دابا، ما دابا راه تصاوبات الطريق، دابا راه ولات حاجه اخرى. هذيك المنطقه لا علاقه بداك الشيء اللي كنت كنهضر معاه دابا، ما بداش الطريق الساحليه تما وتبدلات الامور الحمد لله، تحسنات الاوضاع تما بخصوص البنيه التحتيه بطبيعه الحال. علاش كنهضر؟ المهم قرروا، عيط لي قائد المركز قال لي شوف راه كاينين جوج عناصر عند القنطره قبل ما توصل للبوعرك. واحد القنطره كانت صغيره، الدركيين اش داروا باش ما يوقعش شي مشكل، وهنا خصنا نتفاعلوا، وخص تكون العقل، تكون العقلانيه في اي رده فعل واي تدخل ليك تكون فيه عقلانيه. علاش؟ حقاش كاين واحد وسط الطوموبيل، وفاش يكون الانسان وسط الطوموبيل راه كيكون قوي، ولكن ما غي يقدر يقتل، يقدر يدير اي حاجه، يقدر يجي واحد ما عليه ما به نرميو ليه السناس اللي دخل فيه. اش داروا العناصر؟ كاين اللي تحطوا تمايا، وكاينين جوج اخرين سدوا الطريق من جهه التويمه باش ما يجي حتى واحد، باش ملي تضرب بالسناسل طيره هربات به الطوموبيل ولا بيتسبب لنا شي حادثه ويمشيو معاه ابرياء اخرين. هذاك الشيء اللي كان. فاش وصل للبلاصه اللي كانوا الدركيين فيها، وكانوا جدارميه ناعسين في لافوس، في الفوسي الجنب ديال القدرون باش ما يبانوش، لحقاش الا شافهم راه غيدير دوميتور عاوتاني ويرجع. واخا انا تابعو راه غيدور، انا بطبيعه الحال ما غاديش نتصالح انا وياه، لحقاش ربما هذيك العمليه غادي نعرض حياه ديال الاشخاص، نعرضها للخطر. لذلك بقيت تابعه، هو ما شافهمش، توصلوا وباش يعلموه راه هو جاي موراه انا بالضوء. قلت لهم راه داير الضوء موراه وراه ما كاين حتى طوموبيل بيني وبينه. فاش تشوفوا طوموبيل السيرفيس عرفوا الطوموبيل اللي كاينه قدامي راه هي ديالو هذيك، غير رميو ليها السناسل. بالفعل داكشي اللي كان. تميت حتى وصلنا للبلاصه فين كانوا مبلاصيين الدراري، غير قرب ليهم، لحقاش ما خصكش ترمي السلسله، هو باقي بعيد، ما تخليليش تلقى ليه مسافه باش تينا بغى يفراني ولا ما تفراني ليش الطوموبيل. هو يخرج واحد من الدركيين وسرح ليه السلسله. ملي سرح ليه السلسله داز عليها، تحكموا ليه جوج روايد ديال واحد الجهه اللي تحكموا ليه، وكانوا تحكموا ليه الروايد ديال الجهه اليمنيه بالضبط، هما اللي كانوا تقاسوا ليه وتكروفاو ليه. جمعوا الدركيين هذيك السلسله، وقفت عندهم، ركبوا معايا بالزربه هما بجوج، هزينا دوك السلسله وتمينا تابعينه. داز لينا من واحد الطريق كتخرج من الطريق ديال بوعرك كتديك الطريق ديال وجده، بقى غادي تبعناه عاوتاني من تمايا. هو هارب وخب بنوات. واحد الوقيته كان خلاص بعاد علينا، ولكن الضوء ديالو كان تيبان لينا. واحد الوقيته حتى كنلقاو الطوموبيل بلاصيه الجنب ديال الطريق اللي تابعينا، احنا هبطنا ضوينا، درنا الاحتياطات ديالنا، لحقاش هذاك يقدر يكون مسلح، يقدر يكون اي حاجه. عيطنا لديك البنت جاوباتنا، قلنا لها واش بوحدك اللي كاينه؟ قالت لك بوحدي. ديك الساعه تقدمنا عندها، لقيناها بانها راه مكتفه، حررنا لها هذوك القيود، حيدنا لهم ليها، حاولنا نطمئنوها، قلنا لها راه ما تخافي حتى من حاجه، حنا دابا اش دار لك شي حاجه؟ قالت لك ودي راه ما خليتوش باش يتكرفس عليا، ما عطيتوش وقت. قلت لي لحقاش كانوا التليفونات كيجيوه، هما جايينك من هنا، رانا يضع عليك القيامه. قالت لي كان تيدخل في لي بيست ما كيتيقش، تيعاود يخرج. قالت لي وفي التالي مشى جهه دارهم، يلاه وقف. قالت لي راه خلطوا علينا نتوما. قالت لي المهم ما تكرفس عليا ما حتى حاجه، اختطفني واحتجزني. قلت لكم ملي ضربتوه بالسناسل وبقى هارب حتى صافي الطوموبيل ما بقاتش قد يزيد بها. قلت لك راه وقف هو وصاحبه كانوا بجوج، قلت لكم هربوا كل واحد منين داز. قلت لكم خلوني انا هنايا. البنت بطبيعه الحال ديناها للسبيطار، تلقات العنايه الطبيه اللازمه، من بعد رديناها للمركز. السياره بطبيعه الحال بعد التنقيط ديالها تبين لنا بانه كنا عارفين قبل ما نقطوها بانها راه عندها البلايك مزورين، ماشي البلايك ديالها هذوك، البلايك ديال شي طوموبيل اخرى. كنا متيقنين بان العقاش هذاك ما غيخدمش بالطوموبيل اللي عندها الوراق وعندها البلاكه ديالها وعندها عرفناها اش من صينفه هو. المهم تحجزات السياره، دارت
العمليه ديال الرفع ديال البصمات من تما، لحقاش واحد معروفه الهويه ديالو. سولنا الضحيه واش عرفات الثاني، قالت لك ما عرفات هي حتى واحد فيهم. ترفعت دوك البصمات اللي كانوا تما ومشات السياره للمحجز البلدي. ملي صبح الحال عرفنا بان هذيك السياره كما كنا كنتوقعوا راها كانت عندها ارقام تسجيل مزوره. هذوك الارقام التسجيل لقيناهم ديال واحد التراكتور، والاغلبيه ديال هاد الناس اللي كيخدموا خارج الاطار القانوني تيكونوا بزاف تيدوروا تيقول تراكتور ما كتدخلش للطرقان، كيدوز غادي. دابا كتبان لي شي تراكتور كتحرط في شي بلاد ولا كيجبد ورقه وسيلو كيقيد نمرتها. كانت ديك الساعه كانت الامور سهله باش يلقى البلاكه، كيدي 4000 ويديها مكتوبه في ورقه تيصاوبوا عليه، كان جاري به العمل. اما دابا حاليا كاينش اللي قد يصاوب لك البلاكه الا ما جبتيش الورقه الرماديه اللي فيها النمره اللي بغيتي تصاوب. حاليا ولات الامور مزيره، ما بقاتش ديك الفوضى اللي كانت شحال هادي. المهم درنا هذه الاجراءات. ديك الطوموبيل اتصلنا بالامير بالصرف لدى اداره الجمارك. استسمح الله اكبر اذان. نواصل. المهم قلت لكم السياره الوضعيه ديالها غير قانونيه، تحمل صفائح ارقام تسجيل مزوره، المآل ديالها هو الديوانه. قلبنا رقم الاطار الحديدي ديالها لقيناه بان غير إليزيبل، غير مقروء، ما يمكنش نقراوه، مخربق، ما لقيناش كنديروا باش نقراوه. يعني باش نحددوا المصدر ديال ديك الطوموبيل، الاصل ديالها ما قدرناش نحددوه. هذيك الطوموبيل كما قلت لكم عطيناها مقابل اشهاد للديوان السيد الامير بالصرف لدى اداره الجمارك اللي كان ديك الساعه في بني نصر. الاخر درنا ليه مذكره بحث. الاخر ما تشخصتش الهويه ديالو الثاني، ما عرفناش. التحقوا العناصر تما ملي ديك البنت حررناها من القبضه ديال دوك الناس، التحقوا العناصر الاخرين تمايا ودارت واحد العمليه تمشيطيه تما البلاصه فين خلى الطوموبيل. جاو العناصر، ولكن كما كتعرفوا المناطق تمايا كلها فلاحيه، كلها فوارم، كلها ما قدروش باش يحددوا المكان ديال التواجد ديال دوك جوج مجرمين، وبقاو هاربين. درت لهم مذكره بحث كما قلت لكم، واحد معروف وواحد مجهول. ولكن الحاجه المهمه درناها الحمد لله، هي حررنا هذيك الرهينه، حررنا هذيك البنت. المهم اللي استمعنا لها اقوال ديالها كما قلت لكم ما كان اعتداء، ما كان حتى حاجه الا الاختطاف والاحتجاز، وشلوا الحركات ديالها بعد ما قيدوا اليدين ديالها. درت واحد الشهاده طبيه، قلت لك بطبيعه الحال بغات باش تتابع هذوك الناس من اجل الاختطاف والاحتجاز. شدينا عندها التليفون ديالها، قلنا لها باش الا احتاجيناك في شي مواجهه ولا شي حاجه راه غادي نعيطوا لك، الله يجازيك بخير. قلت لك مرحبا، انا راه الاشاره في اي وقيته شديتوا هاد الناس هادو انا موجوده غادي نجي. مشات في حالتها، وبقات الابحاث ديالنا ساريه بخصوص هذاك المجرم. اما واحد درنا تحريات باش نعرفوا شكون اللي كان معاه، ما قدرناش نتوصلوا للهويه ديالو. يعني هذا خينا هذا هو اللي غادي يقدر يحدد لنا الهويه، ولا نتسناو هذيك النتيجه ديال الرفع ديال البصمات واش غادي تعطينا شي نتيجه ولا شي حاجه ولا شي حاجه. ما كانتش النتيجه، غادي يبقى هذاك مجهول. وما غاديش نبقاو نتسناو حنا الرفع ديال البصمات حتى يجي. ضروري خصنا نكتفوا الابحاث ديالنا باش داك السيد خصو يطلق عليه القبض، هذاك خصو يمشي للحبس يتربى. علاش؟ لحقاش باش تجي وتخطف واحد وتحتجزو، يعني القمه ديال الفوضى هي هذيك، وتعرض حياه الشخص ديال واحد اخر ودير ليه الترهيب النفسي، شي حاجه اللي ما مقبولاش. يعني غادي يولي عندنا هذا السيد من الاولويات، ديالنا خصنا نديوه، خصنا نشدوه وكرسنا ليه وقت كبير وجمعنا عليه اكبر عدد ديال المعلومات، وحاولنا نتحراو البلايص والملاجئ اللي كيمشي ليها، البلاصه البلد ديالو فين تيجلس، جمعنا عليه المهم
لحقاش مور العمليه فاش هرب حاولنا ما نبقاوش نمشيو عنده، بقينا كنجمعوا المعلومات وكنتحراو عليه من بعيد بلا ما نثيروا الانتباه ديالو، وخليناه في راحه الله. قلنا له ها انت تنجمعوا عليك كلشي، شي نهار غادي ننزلوا عليك. داكشي اللي كان. واحد النهار توصلتنا واحد الاخبار بان راه كانت ياكل الحوت في واحد الريستورون، وكان هذاك الريستورون في قريه تركمان. وقالوا لنا راه بلاصه الطوموبيل قدام ذاك الريستورون. المهم كانت الدوريه ديالنا اللي كانت تمايا، وكانت واحد الدوريه اخرى خارجه. اتصل بهم قائد المركز قال لهم التحقوا لبسوا الزي المدني ديالهم باش ما يثيروش انتباه، ركبوا في طوموبيلات باناليزي يعني سيارات مدنيه باش ما يتعرفوش، وهما برانيين لحقاش هذاك المجرم كيعرفنا حنا لحقاش حنايا هما جدارميه ديالهم ديال البلاد، كيشوفنا ديما يعني الملامح ديالنا يقدر يكتشفنا، واخا نحاولوا نديغيزاو ونحاولوا نخفيو الملامح ديالنا ولكن راه غادي يعرفنا. وقررنا باش شكون اللي يمشي عنده هذوك الجدرميه اللي جاونا من البعيد اللي كيدوزوا معنا ديك 3 شهور كيعاونونا فاش تيكون موسم الاصطياف. علاش؟ لحقاش باقا الملامح ديالو كما قلت لكم ما معروفاش. ومشاو حاولوا باش يمشيو على رجليهم لحقاش في الطوموبيلات عرفنا حنا حاضي راسو. وجاو الدركيين كل واحد منين جاي باش يسدوا عليه وما يخليو ليه حتى فرصه باش يهرب. المهم كل واحد منين جاي الاوصاف ديالو اللباس اللي كان لابس عطيناه ليهم، وبقينا حنا بالطوموبيل ديال السيرفيس ولابسين الكسوه ديالنا كنتسناو الاشاره ديالهم، غير يقولوا لنا راه شديناه نمشيو كنجريو نخلطوا عليهم. لحقاش حنا كنا كنعرفوه عدواني، وهذا السيد هذا شنو كنعاوننا عليه باش نجمعوا عليه اكبر عدد ديال المعلومات في دوك التحريات اللي كنا كنديروا ليه. شنو عاوننا كما قلت لكم؟ العامل الوحيد هو ان عندك السيد عنده بزاف ديال الاعداء. علاش؟ لحقاش كان في السلوك ديالو كان عدواني، كان تيتعدى على الناس، كان تيحقر، هضره جوج يضرب، كان تيدعى بالقوه. هذه هي السياسه ديالو، كان حتى واحد ما كيحملو، حتى واحد ما كيصرفو. يعني اي واحد عنده فرصه باش يعطيك عليه معلومات باش تشدو ما كيترددش. داكشي علاش ما لقيناش شي صعوبه باش نتوصلوا الاماكن اللي كان تيلقى فيها. نرجعوا للقصه ديالنا، حاولوا يحاصروه الدركيين، ولكن للاسف الدركي اللي كان جاه من الباب غير مع شافو واش عرفوا واش شك فيه واش الله اعلم، رغم ان ذاك الدركي براني وماشي من تما، ومن كان جا من الفيالق المتنقله من مدينه وسط المغرب، يعني ما معروفش واش غير حيت شاف داك الهندام ديالو هو تيعرفوا ولاد البلاد عرفوا براني، غير مع شافو يلاه تم جاي عنده الاخر وقف، ومع كان هو البنيه الجسمانيه ديالو كانت قويه وكان طويل وكان صحيح. دخل فيه داك الجدرمي بغى يشدو، دخل فيه شات داك الجدرمي، مشى كيجري للطوموبيل. هو اش كان داير؟ كانت عنده الطوموبيل كان مخليها امارش، ما ردوا ليهاش البال. اولا كان عليهم يسكتوا الطوموبيل ولكن ما انتبهوش ليها. ملي دخل في داك الجدرمي طرما داك الجدرمي تلاح طرما الارض، وهو دار الباب، حل باب الطوموبيل كانت مضيماريه، ركب برومي، جاو جدرميه باش يشدوه، صافي دهز واحد الجوج كل ما هربوش من قدامه غيضربوهم، هرب. ما نجحتش العمليه. علاش؟ لحقاش كان ربما كانت اخطاء ارتكبات خلال هذيك الخطه اللي دارت، ربما ما كانش واحد اللي خصو يجي، كانت الثقه الزائده، ربما كانوا يجيو 2 ولا 3 من الباب، ولكن حتى كتعرفوا حتى العدد الكافي ديال الزملاء وديال الدركيين ديك الساعه كان قليل بزاف، ماشي بحال دابا راه لي بريغاد اللي كانوا كيكونوا فيهم شحال هذه 10 11 دابا راه فيها 30 32 33، يعني تضرب هذاك العدد اللي كان شحال هذه تضرب في 3. وعاد عاوتاني بحال دابا سلوان كنا فيها حنايا 12 واحد بالقائد المركز وبالنائب ديالو، حنا كنخدموا غير 10 وشادين قريه تركمان، شادين تاويمه، وشادين بوعرق، وشادين تيخوباي، وشادين سلوان، وشادين الاسير عاوتاني حتى الولاد شعيب، حتى الطريق ديال توريرت، يعني عاوتاني الطريق ديال وجده، يعني بزاف المنطقه النفوذ. هذيك المنطقه دابا اللي كنا شادين حنا دارت فيها بريغاد اخرى تقسمات على 2، يعني داكشي اللي كانوا شادينه 10 الناس ولاو شاداه دابا 60 واحد ولا 60 دركي تقريبا تكون تما اللي شاده، يعني كاين عدد كافي. المهم نرجعوا للقصه ديالنا، ربما ارتكبت اخطاء، كان سوء التقدير ديال
العنف ديال داك السيد، ردات الفعل ديال داك السيد. يعني ربما كانوا كيقولوا غير غادي يوقف عليه راه ما غيدير حتى شي ردة فعل، ولكن هو كنا كنعرفوا حنا بان قبيح وعدواني، وهرب. وبقات عاوتاني تحريات تابعين داك السيد، بقات تابعاه وتنتبعوه تنجمعوا عليه كل نهار. والله ما كنا نهار، لحقاش هذاك ورم كنا عارفين بان ورم خصو يتحيد، وخصوصا انه راه دابا ولا متورط في واحد الجنايه، عارف راسو الجنايه غادي يبدا يرتكب دابا غير المشاكل الكبيره، كنا عارفين غادي يرتكب عده مشاكل. لذلك خصنا نتحزموا ليه كما كيقولوا بالعاميه ديالنا، خصنا نوضعوا ليه حد. وبقات تحريات، بقينا كنجمعوا له المعلومات، الناس كيتعاونوا معنا مشكورين من هذا المنبر. حتى لواحد النهار كتجينا معلومات بانه راه كيشرب في واحد البلاصه وكاينه الدار تما. هنا قررنا باش ما نخليو ليه حتى شي فرصه باش يفلت. جينا خلينا الطوموبيلات بعاد، ضربنا مسافه طويله ومشى لواحد البلاصه بعيده علينا، بعيده وما كناش كنتصوروه راه غادي يمشي لديك البلاصه. ولكن كما قلت لكم كانوا عنده بزاف ديال الناس اللي ما كيحملوش، مصرف فيهم العيب. يعني كاين بزاف ديال الناس اللي بغاو يصفيو معاه حسابات، عنده بزاف الحسابات مع الناس. واحد السيد ما كناش دايرينه في الحسبان، قالنا ملي عيطنا قال لك راه عيطت لفلان، هو اللي عطاني النمره ديالك السي حجي باش نقول لك ها فين شت الطوموبيل، وكان السيد غا دايز والليل. المهم عطاني المكان التواجد ديالو. حاولنا كما قلت لكم درنا خطه باش السيد ما يسلت ليناش من يدينا من القبضه ديالنا هذه المره هذه، ما نخليوليش فرصه ولو امال وحيد ما نخليوش ليه. مشينا اول حاجه طلبنا المؤازره، وجاو العناصر ديالنا ديال المركز ديال سلوان والعناصر اللي كانوا تمايا في قريه تركمان، ومشينا وحطينا الطوموبيلات بعاد وجبدنا تقريبا شي 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر اللي جبدنا على رجلينا، والليل والجبال، وبقينا غاديين مع لا بيست حتى وصلنا للبلاصه اللي نعت لينا السيد. وبدينا كنتختلوا باش ما نفيقوش دوك الناس، ما خصناش نديروا الحس. حتى وصلنا لديك الدار اللي كان جالس فيها، سمعنا الصوت وسط الدار، كاينه الهضره، ولكن واش كاينه ولا ما كاينش الله اعلم. اللي درنا من اللور كنلقاو الطوموبيل ديالو بلاصيه تما. اول حاجه درناها باقي تنعقل، مشيت على الروايض ودرت ليه على الروايض كاملين فشيتهم، كنحيد لهم هذاك السيرو ديالهم حتى كتفش، نرجع للاخرى ما بغيناش ندقوا عليهم. الا دقينا عليهم ما غيبغيوش يحلوا لنا وغندخلوا ونبداو نتسناو واخا يصبح الحال. قلنا غنبقاو متربصين ليهم تمايا وكنترصدوهم من بعيد حتى يخرجوا. اما الا مشينا دقينا غادي يجبد شي جنويه. كنت سمعنا الصوت ديال واحد البنت كانت معاهم تما لداخل، ربما يشد ليها جنويه في عنقها ويقول لك الا قربني شي واحد راه غندبح هذه، شدها راه هنا. لحقاش كنا كنعرفوه ما عندوش الحدود في الاجرام ديالو هذاك السيد. المهم كل هذه نقاط حطيناها قدامنا، وقررنا في الاخير كما قلت لك نتربصوا ليه ونترصدوه حنا برا بلا ما نفيقوه. بقاو تما وبقينا حتى حنايا. الرويد ديال الطوموبيل باش يهرب كاع الا سلت لينا ولا غلبنا كاع ما عندوش باش يهرب، غادي يبقى على رجليه. المهم بقينا تمايا تقريبا حتى لشي 4:30 5 الصباح. كان الصيف، بدا الحال كيفجر، تيفجر. هو عارف بان الجدارميه كيقلبوا عليه ومقويين عليه الابحاث، لذلك ما كيجلسش في شي بلاصه حتى يصبح الحال. قرروا باش يخرجوا 4:30 5 هذيك بالضبط، ما عقلتش حتى كيبان لينا ها هو واحد خارج، ماشي هو الثاني اللي خرج، هو عاد خرجت البنت موراهم وجبد هذاك السيد الاخر، جبد الباب وجبد الساروت وسد ديال من ديك الدار ديال داك الاخر. وهذاك اللي كنقلبوا عليه غير جاي معاه تمايا. كانت الظلمه، كنا لابدين ليهم، كان الربيع، يعني كانت نباتات باش ما نبانوش، وبقينا مختلين ليهم حتى مشاو للطوموبيل وما تيضحكوا وفاقدين الوعي ديالهم. تا شديناه ما حس بينا منين تسلطنا عليه، طراف في البلاصه. الاخر بغى يهرب، لقى جدارميه صافي حاصروه، اعتقلنا، لقينا عليه القبض هو، ولقينا القبض على هذاك اللي كان معاه، ما عرفناش شكون هو هذاك. المهم كان في حاله سكر، هذاك الشيء علاش ديناه، خصنا نعرفوا شكون هو. عندنا واحد مازال ما معروفش، ربما يكون هو، وكانت بنت معاه. كلهم كانوا في حاله سكر. درنا الاتصال بالنيابه العامه، قلت الوضع ديالهم تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، ديناهم للمركز المؤقت. تما بدينا معاه، قلنا ليه شوف
كنت نعقل قلت ليه شوف الشريف هذاك المحضر ديالك فاش اختطفتي ديك البنت انا اللي دايرو دابا بلا ما نبقاو نهضروا راه جاو البصمات راه جا هادي راه عرفناك انت. قال لك واه انا السي حجي انا الا درت شي حاجه ما كنكرهاش انا راجل هكا باقي نعقل. كان قال لي انا راجل وما كنرمي باطل على حتى واحد واللي درتها ديالي اللي ما درتهاش ما دياليش. شكون اللي كان ما قال لي شوف انا ما نكرفسك ما تكرفسني ما حتى حاجه الله يرحم الوالد اللي بغيتي نعطيه لك. شكون اللي كان معاك هذاك النهار فاش اختطفتيها؟ قال لي هذا دابا هو مول الدار هذا اللي جبتو معايا دابا هو هذا اللي كان الثاني ايوا هذا اللي كان معايا ذاك النهار. تعتقل هو في الاول كان شاربه سولنا غير شفوي انا ما عندي حتى قلنا ليه سير الله يعاونك دابا معاك هضره مرفوع عليك القلم دابا ما غنبحثوا معاك ما والو سولناك دابا غير شفويا حتى الغدا الصباح ونهضروا. الاخر كان شارب قال لك شوف انايا بلا ما تقربوني بلا ما توصلوني انا والله سيدي تنقول لكم كلشي مازال هو شارب ما استمعنا ليه ما فتحنا معاه بحث بشكل رسمي حتى الصباح خصو يسترجع الوعي ديالو ولكن هو اعترف هو شارب قال لك شوف انايا عطوني في الناس ونقادوا اللي درت انا قد بها. غدا في الصباح فاقوا بدينا معاهم البحث. الاخر تينكر قال لك انا ما عرفتش علاش بغى يرمي عليا الباطل انا ما حضرت معاه ما شفت حتى حاجه. اتصلنا بهذيك الضحيه هذيك البنت اللي كانت اختطفات التحقت بينا الغد لي في الصباح ملي التحقت بينا عيطنا على شي دراري تما في السن ديال هذوك المجرمين واحد 4 ودخلنا وسط منهم هذوك الجوج مجرمين اللي قالت لك الضحيه انا ما كنعرفهمش ولكن الملامح ديالهم باقا عاقله عليهم لحقاش دوزات معاهم تقريبا واحد ساعتين ولا ما خاطفينها كيدوروا بها. المهم هادشي اللي كان في هذا القضيه هذه. السيد طلع للجبل ما باغيش يعني خصنا نديروا له مواجهه الا تعرفت عليه هاد الضحيه وجبدته من وسط الناس يعني راه هو ما كاينش اللعب راه هو. داك هاد العمليه ملي جات ديك البنت لقات الناس راه جاو مشينا جبناهم من الموقف وطلبنا منهم باش يتساعدوا معنا. قال لكم مرحبا نتساعدوا معكم تساعدوا معنا حطيناهم تما دخلنا ديك الضحيه جات بقات كتشوف كتحقق وخدات وقتها الكافي بقات كتشوف فيهم واحد الوقيته قالت لك هذا وهذا بجوج مشات ليهم نيشان هما هذوك. قلت لي الشريف انت دابا ما بقى عندك هضره هي تعرفت عليك السيده وصاحبك قلت لي كون راجل بحال صاحبك ياك دارها خص يكون بنادم راجل. قال لك انا درت واختطفت ودرت وفعلت وفلان اللي كان معايا قلت له علاش يكذب عليك انا ما عرفتش بغى يصفي معايا شي. قلت له هذه البنت هذه دارت الضحيه علاش عرفاتك. اجي ملي كان بوينتيهم الصباح بوينتينهم عند رجال الدرك الملكي مصالح ديال الدرك الملكي بان بانهم لا يشكلون اي موضوع مذكرات بحث من غير هذيك ديال الاختطاف ما عندهمش شي مذكرات بحث اخرى هما بجوج. ولكن ملي بوينتيناهم عند المصالح ديال الشرطه تبين لينا بان هادوك الجوج عندهم جوج مذكرات بحث عند الشرطه. علاش؟ على الاختطاف والاحتجاز. نفس الشيء مع بنات هادوك البنات اللي كيكونوا خارجين الطريق كيجيو برانيات تما وهذه كل واحد الظروف ديالها كل واحده شنو جايبها تما. المهم كيستغل هذاك الظرفيه ديالهم الاجتماعيه وما عندهم حد تما وكيحقر عليهم. علمنا المصالح ديال الشرطه ديال الناظور قلنا لهم بان فلان راه كتقلبوا عليه درتوا ليه جوج مذكرات بحث. قال لك واه الاختطاف هو فلان راه هذه راه كاينين عندنا مشدودين. جاو حتى هما هذاك اللي كان المجرم الرئيسي اعترف حتى عند الشرطه قال لهم درت وفعلت. شكون اللي كان معاك؟ كان معايا فلان ديما كيكون مع هذاك باقي ناكر. عيطوا لدوك الجوج ضحايا اللي تختطفوا عرضوا عليهم عاوتاني الناس ديال الشرطه عرضوا عليهم هاد الجوج هادو وسط عباد الله تعرفوا عليهم دوك الجوج بنات هادو هما اللي اختطفونا هما اللي تكرفسوا علينا. دار اتصال بالنيابه العامه قال لك المهم علمناهم بجميع الاجراءات القانونيه اللي دارت وكل شيء كيدين هاد الناس. واحد اعترف جمله وتفصيله واحد باقي طالع للجبل ملي وقع هادشي وجاو دوك جوج بنات وجات هذيك الضحيه الاخرى. اش هاد الكارثه نتوما واش كنتو كتختطفوا؟ قال لك اودي ملي كنشربوا هادشي اللي كيقول لنا راسنا كنجلس معاه نديو شي وحده غير تنبقاو ندورو تتبان شي وحده كنديوها. قال لك داك النهار ديال ديك البنت قال لك عاوتاني راه عرفنا هذاك البار اللي كاين عندكم في قريه تركمه تما في منطقه النفوذ ديالكم كيسد مع 11 ونص. قال لك تنجيو تما قال لك تنشوفوا بنت جوج ولا شي وحده تكون بوحده ولا شي جوجات ما معاهم حتى واحد قال لك تنحاولوا باش نختطفوهم. قال لك وجينا قررنا باش نديو من تما بنت جوجات. قال لك وحده هربات لينا قال لك كان واقفات بجوجات صاحبتها خيتنا هذه الضحيه قال لك هربات دخلت لوسط البار قال لك وهذه هي اللي شديناها ديناها. قال لك هادشي اللي كان في هذه المسائل هذه. مشينا الغد لي في الصباح ملي كملنا الاجراءات واستمعنا لهم مشينا ديناهم بجوج للديور ديالهم ودرنا عمليه التفتيش
تفتيش عندك اللي معترف، لقينا عده واحد الكميه كبيره ديال المشروبات الكحوليه المهربه من الخارج، لقيناها عنده في واحد البيت. ولقينا عنده طوموبيل اخرى حتى هي نفس الوضعيه، تحميل صفائح ارقام تسجيل مزوره ديال طوموبيل اخرى. حجزنا هذوك المشروبات الكحوليه وحجزنا هذيك السياره. الاخر درنا عنده تفتيش تا هو في الدار ديالو، ما سفرت العمليه حتى على شي حاجه. هذيك البنت اللي كانت معاهم قالوا لنا بان استمعنا لها بان راه عندها غير السكر، انا ما عندي علاقه، وتا هما براوها قال لك ودي راه جات معنا هذه البنت هذه ما عندها علاقه بالاجرام ديالنا، دوك الجرائم اللي اقترفناها ما عمرها كانت معنا ولا حضرت معنا. بطبيعه الحال توجدت لهم واحد المسطره اللي هي على حقها وطريقها. الاخر بقى طالع للجبل ما بغاش يعترف، واخا جميع القرائن تدينه، واحد اعترف واحد ما بغاش يعترف، بقى مصر على الانكار حتى الاخر دقيقه، تدار المحضر وبقى ناكر. المهم دارت لهم المسطره ديالهم، هذوك الطوموبيلات بجوج وهذيك المشروبات الكحوليه مشاو تعطاو مقابل اشهاد للسيد الامير بالصرف، لوردوناتور ديال الديوانه ديال المختص الترابيه اللي كان ديال بني نصر. عاوتاني هذوك درنا لهم واحد المسطره مغيزه على حقها وطريقها. الشرطه جاو استمعوا لهم حتى هما، وجدوا لهم واحد جوج مساطير مغيزين مقادين ناضين، وتقدموا بجميع هذه القضايا امام انظار السيد الوكيل العام. هذيك البنت اللي كانت معاهم مجرد ما استنطق الوكيل العام وتاكد من خلال الاستنطاق اللي دار بان ما عندها حتى علاقه بهذه الجرائم اللي داروا هاد الناس، رفع عليها الحراسه النظريه وخلى السبيل ديالها وقال لها الله يعاوننا ويعاونك، يعني الله يعاونك، وقال لها نهار باقي طيح سميتك عندي رانا غادي نوريك، يلا الله يعاونك خوي من هنا. مشات في حالتها، بقاو وكانت حتى هي من الداخل كانت جايه، حتى وحده فيهم ما كانت، هادو الضحايا كاملين حتى وحده فيهم ما كانت بنت البلاد بنت المنطقه تما، كلهم كل وحده والظروف ديالها بلا ما نهضر في هذه المسائل هذه. المهم هذيك البنت ترفعت عليها اخليه السبيل ديالها. هذوك الجوج بعد الاستنطاق ديالهم واحد بقى مصر على الانكار وواحد اعترف. حالهم بعد الاستنطاق ديالهم حالهم السيد الوكيل العام على قضيه التحقيق اللي دار لهم حتى هو الايداع، وبعد ما كملوا جميع مراحل التحقيق تحاول بعد ما وجد الملف ديالهم دار تحال الملف ديالهم على الجلسات وراجع الملف ديالهم في عده جلسات، وفي الاخير كان صدر في حقهم واحد الحكم اللي هو نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به، اللي هو 5 سنوات سجنا نافذا. 5 سنين اللي داو بجوج، هذا 5 سنين وهذا 5 سنين. 5 سنين ماشي حاجه سهله، يعني الجريمه حتى هي كبيره، جريمه الاختطاف والاحتجاز ماشي شي حاجه سهله، شي حاجه اللي العقوبه ديالها قاسيه وقاسيه بزاف. وانتم كتشوفوا هذا بقى تيطرطا وبقى تيدير هذه العمليات، تيقول راه ما عمري ما غادي نتشد، وتيقول راه كاينه الفوضى في البلاد، ولكن واحد النهار راه نهار طاحت الورقه ديالو تشد دار ديك العمليه، ولا السيد ما كيعيش في خاطره، ولا ديما تابعينه محرين عليه العيش حتى تشد والقي عليه القبض. الاخر بقى متشبت بالانكار حتى في الجلسات اللي كانت العلنيه اللي كانت ديما تيقول انا ما عندي حتى علاقه، غير هذا السيد غير ما عليا الباطل، انا ما خطاتش ما درت ما والو. ولكن من خلال البحث والتحقيق ومن خلال التعرف ديال الضحايا عليه كيتاكد بان راه عنده علاقه، وحتى القضاء كان على يقين وكان مقتنع هيئه القضاء بان راه كان في القضيه، والتحكيم حتى هو بحالو بحال المجرم الاخر. مره اخرى انتم كتشوفوا عاوتاني طريق العوجه بالنسبه للبنات اللي كيمشيو كيتخذوا هذيك الطريق العوجه كمصدر للرزق. راكي عرفي راسك، وهذه هضره كيقولها لك اخ اللي كيهضر معاك انطلاقا من التجربه المهنيه اللي دام تقريبا 26 سنه، وهذه الهضره ديريها حلقه في ودنك. راه اللي بقات غاديه في هذا الطريق واحد النهار راه غادي يوقع ليها شي حاجه اللي ما غاديش تكون ما غاديش تخيلها، ما غاديش تخيل، لحقاش فاش كتدخلي لذاك الميدان كتكوني عرضه وكتكوني فريسه ديال الدياب. راكي في واحد المجتمع، هذاك المجتمع اللي عايشه فيه انت ديال الفساد راه مجتمع ديال الدياب. راه غتبقاي غاديه 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 غاديه، واحد النهار غطيحي في شي موقف اللي لا تحسدين عليه، وغادي تندمي حيث لا ينفع الندم. نتمنى باش اي بنت، راه كاين الحمد لله اللي بغى يخدم بالحلال ويخدم واخا قليل، ولكن كتمشي كتنعس مرتاح، تبقى الكرامه ديالك، تبقى الشرف ديالك، تبقى الانافه ديالك واخا قليل،
اللهم قليل مداوم، ونبقى بكرامتي، نبقى بشرفي، يبقى وجهي ديما احمر قدام اي واحد. وراه تقدر تلقاي ولد الناس اللي يقدر يتزوج بك، ولكن فاش كتدخلي لذاك الميدان راه صافي حكمتي على راسك وقتلتي راسك. وعرفي راسك بان واحد النهار راه غادي تطيحي في شي حفره، شي واش غتقعدي منها ولا ما تقعديش منها. نتمنى باش الرسائل ديالي تلقى اذان صاغيه، ونتمنى نكون توفقت في السرد ديال هذه القضيه هذه. ومره اخرى اغتنم الفرصه باش نشكر المتابعين والمتابعات الكرام على التعليقات ديالهم المحفزه اللي كتعطيني طاقه ايجابيه تشجعني باش نزيد نشتغل اكثر. وكنشكرهم ايضا على التشجيع ديال القناه، التشجيع اللي القناه الحمد لله العائله ديالنا كتكبر نهار على نهار بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى، ثم بالفضل ديالكم بطبيعه الحال. شكر والف شكر لكل من ساهم في التقدم ديال هذه القناه. وفي الختام اترككم في حفظ الله ورعايته الى فرصه قادمه.